وحده العود لا يضحك عندما يدغدغه العراقي نصير شمة، بل يرسل للجمهور لحنا عذبا زاده المنشد المصري الشيخ حافظ روعة من خلال قصائد صوفية أطربت الجمهور. لئن نامت عيون الناس عني لئن نامت عيون الناس عني. الليلة كانت ليلة بامتياز، ليلة صوفية عالية الطراز، خاصة مع الشيخ حافظ بالإضافة إلى الفنان القدير العالمي نصير شمة. شرف أن يكون اليوم العراق في حفل الافتتاح، أن أكون أنا وزملائي وتكون مصر موجودة والجزائر موجودة وكل الدول. أي حفل يحضره نصير شمة يكون سيدا فيه، كيف لا وهو يرفع رجله اليمنى على حساب اليسرى في جلسة ملكية يدعمه أعضاء فرقته فتتشكل المتعة. آلة القانون والكمان وآلات وترية أخرى أضفت على السهرة طابعا خاصا وتركت الجمهور يقول في صمت: هل من مزيد؟ ناس يشجعوا على السمع، يعني بيشجعوا على الإوالة، يعني هم شجعوني ان انا قلت وربنا فتح. عندما يجلس نصير شمة فوق الركح نقول لمن يجلس بجانبنا: سكوت، إنه يعزف.